لما الدكتور يقول لك ان ابنك محتاج جلسات بخار، ما تقعديش والنبي تنكفي معاه. والله اقل اعراض جانبيه وتاثير اسرع بكتير وامن بكتير بالنسبه لابنك. ولا هي مخدرات، ولا هو هيتعود عليها، ولا الحاجات دي خالص. طب ليه؟ انا ابني اللي عنده بلغم في صدره ده، انا عايز اديله دواء عشان البلغم ده يطلع، اسمه موسع شعب هوائي. انا موسع الشعب ده لما اديهوله عن طريق المعده او اديهوله عن طريق الحقن عشان يوصل للصدر، محتاج ناقل اللي هو الدم. فهو بيروح للدم يمتصه، والدم بقى ايه، يلف الجسم كله، يروح المخ ويروح الكبد ويروح الكلى ويروح الجهاز الهضمي ويروح الايدين ويروح الرجلين ويروح العينين ويروح كل الاماكن دي، وشويه منه يروح للصدر ويعمل المفعول اللي هو عايزه. فكده اعراض جانبيه كتير قوي ومفعول اقل. طيب انت بتدي جلسات بخار دلوقتي، جلسات البخار دي انت بتخاط بالصدر نفسه وما بيروحش الدم، مفيش اعراض جانبيه خالص، وكل التاثير بيروح على الصدر بس. انت لو ابنك او بنتك عنده تسلخات، بتروحي تدي له حقن وبتدي له دواء، بتدي له كريم، تدهني له كريم مكان التسلخات دي، نفس القصه. انا الجلسات دي كريم الصدر، انت بتوسعي الشعب الهوائيه بدون ما توصلي الماده للدم، فمفيش اي اعراض جانبيه بتحصل لابنك، وتاثير بشع، تاثير كبير جدا بيحصل من جلسات البخار. فالنبي يا شيخه لما الدكتور يقول لك ابنك محتاج جلسات بخار، ما تنكفيش معاه.